السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الكلام بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. النهاردة طبعا ليلة الجمعة، ربنا يجعلها جمعة مباركة وسعيدة علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. بنتكلم على الشباب المحترمين سواء من السودان أو من جمهورية مصر العربية الحبيبة اللي هي بلدي. بلاش الشغل اللي بيتعمل ده على السوشيال ميديا، رجاء من كل واحد يسمعني. يا ريت يا ريت يعني بلاش ان انت تقعد تشتم في سوداني او سوداني يشتم فيك على موقع تيك توك. التيك توك حاليا كله ما عليه انه بسات مباشرة شغالة ولايفات على اللي يحط صورة ملهاش لازمة ويبعت لايف يشتغل في لايف، وده يشتم وده يقول السودان وده يقول مصر وده يقول لاجئين وده يقول انتوا عندنا واحنا عنديكم. بلاش كده، احنا ناس منفعش نحصل فينا كده، لا احنا ولا انتوا المفروض نعمل في بعض كده. اي نعم، في ناس سودانيين مش محترمين اللي هم شغالين على التيك توك، وفي برضه مصريين زيهم مش محترمين اللي بيفضلوا يقعدوا يشتموا ببعض ويهينوا ببعض بأساليب غير تليق بالسودان ومصر. احنا دولتين من قديم الأزل، دولتين مع بعضها ودولتين شقيقتين، يعني السودان دائما أقرب لمصر ومصر أقرب للسودان. يعني احنا بلاش يحصل بيننا كده. أنا بتكلم عام، أنا بتكلم على كل واحد فاتح لايف في أي مكان، سواء على برنامج كواي أو على برنامج التيك توك. أكيد كل الناس شايفة وكل الناس عارفة اللي بيحصل في اللايفات، مش أنا بس اللي شفت. اكيد كل يوميا كل ساعة وكل ساعة مختلفة عن التاني. كل واحد عامل لي صورة بتاعت غلاف كاتب فيها مش عارف اللاجئين السودانيين، التاني كاتب فيها مصر ازاي. بلاش الاسلوب ده، اسلوب رخيص، اسلوب رخيص وما يتبعوش الا الرخيص. ليه؟ ان انت راجل قليل الحيلة، قليل الحيلة ان انت بتشتم في شيء ما يخصكش. ولا التاني ونفس القصة اللي بيعمل سواء من هنا سواء من هنا، الاتنين والله العظيم اسلوبهم رخيص وما يعجبش اي حد. بلاش الاستفزاز في بعض، بلاش شغل الاستفزاز وشغل التنطيط. رجاء رجاء رجاء. السودان ربنا يصلح حالها وإن شاء الله هيصلح حالها ويصلح حالنا برضو إحنا كمصريين ويصلح حال الأمة العربية كلها. فبلاش نهين بعض أكتر من كده. فبلاش نقول نطلع عيوب هي مش فينا ولا فيكم. يعني لا عيوب فينا ولا عيوب فيكم، بس الناس بتخترع حاجات وبتألفها من دماغها عشان واحد سوداني مثلا غلط في مصر أو واحد مصري غلط في السودان. أنا من غير تحيز لأي دولة، أنا الأول مرة أشوف إن السوداني هو اللي غلط الأول في مصر. أي نعم، في كم واحد سوداني ما يستاهلوش والله يكونوا سودانيين، وفي مصريين برضو نفس القصة ما يستاهلوش يكونوا مصريين. ليه؟ ان احنا لما انتوا بتتكلموا كده بتسيئوا لدولة، كل واحد بيسيء لدولته. فبلاش سيبوا الناس مع بعضيها. قول كلمة حلوة لا تسكت. عايز تقول حاجة حلوة صدقة ليك، مش عايز تقول يا أخي الله يسهل لنا ويسهل لك ويسهل الجميع إن شاء الله بالخير. يا ريت يا ريت يا ريت الناس يعني تشوف أحوال الدنيا اللي حاليا، يعني إن إحنا أصلا في وحديها الدنيا بقت والله ما محتاجة كلام ولا كتر أفعال اللي انتوا بتعملوها دي. يعني أنا بشوف والله العظيم بدخل يعني حاولت كم مرة أدخل أتكلم في اللايفات دي يعني مشاركة معاهم. اكيد يعني بيبقى الانزحام عليها، مش بتوفق فيها عشان خاطر نفسي اقول لهم حاجتين بس. الناس انتوا كده اللي بتخلقوا العداوة بين الدول، انتوا كده اللي بتخلوا اللي زي ما يقول اللي ما يشوفش يشوف. يعني يعني اللي طالع لي من السودان يتكلم احنا لو هنموت في السودان مش هنروح مصر، التاني بيقول لك ايه جابكم عندنا يا احنا يا مش كده، احنا والله ما كده ولا عمرنا نبقى كده، لا السودان ولا مصر. مصر اهلا وسهلا باي سوداني يشرفنا والله وينورنا. اول هام هيخش السوداني بيخش مصر، مش هيخش مصر لله والوطن، هيخش الراجل بقروشه زي ما بيقولوها ويقعد محترم، يصلح حال بلده
ربنا صلح حالها إن شاء الله بإذن الله، بيروح على مكانه معزز مكرم. بنتمنى من الناس الأخوة السودانيين خاصة يعني بلاش الاستفزاز بتوع التيك توك دول اللي معروفين يعني كم واحد. بلاش تستفزوا أي حد. قال لك غلط يا أخي، قول الله يسامحك ويسيبه ويمشي، اترك اللايف بتاعه أو لا تسمع لهوش خالص. وزي برضه المصري زي كده خلاص يعني، سيبك من المواضيع دي. المواضيع دي والله لا بتأكلش عيش، بالعكس ده وجع راس، وجع راس، وغلط بيطلع من الطرفين بتاخد سيئات عليها. فبلاش نوصل لمرحلة زي ما بيقولوا حيطة سد بين الناس وبعضيها. احنا شعبيا دايما والله كنا مع بعضينا في كل شيء، وشعبين طيبين، وشعبين الحمد لله ربنا يدومها علينا وعليكم ان شاء الله. بلادنا تبقى هادية بإذن الله، والسودان يرجع لها عزتها وكرامتها. ونتمنى من الأخوة السودانيين يعني يا ريت يعني كل واحد معاه واحد على اي منصة يقول له بلاش تطلع لايف، وبلاش تتكلم في حاجة يعني تسيء لدولة غيرك. اتكلم في العامية بتاعت بلدك، اتكلم في حاجة تخصكم وحاجة يعني داخل بلدك. بلاش تجمع تقول دولة مصر، ولا تقول ولا المصريين يقولوا السودان. خلاص موضوع وإن شاء الله بإذن الله يتحل على خير، والسودان بإذن الله ترجع أحسن من الأول، ويكفينا ويكفيكم شر الفتن وشر البلاوي بإذن الله. لا تنسونا في الاشتراك في القناة ودعمكم للقناة، شرف لنا أي حد يدي عنديني. معلش لو كنا أخطأنا في أي لفظ. مع تحياتي لكم أبو فارس الصعيدي، في أمان الله وحفظه.